الحياة اليوم تتغير بسرعة غير مسبوقة، والنجاح أصبح مرتبطا بالقدرة على الابتكار. الشركات والأفراد الذين يرفضون التغيير غالبا يختفون من السوق. الابتكار ليس رفاهية، بل هو مسألة بقاء، ولهذا جاء عنوان الكتاب الابتكار أم الموت. في هذا الكتاب ستتعلم كيف ترى الفرص بدل المخاطر. ستتعرف على أسرار المبتكرين الذين حولوا أفكارا بسيطة إلى إنجازات ضخمة. سنتناول أدوات تساعدك على التفكير خارج الصندوق واختبار أفكارك قبل تطبيقها. سنتعلم لماذا الفشل جزء أساسي من عملية الابتكار وليس عيبا. سنتعرف على قصص حقيقية لشركات نجحت وواجهت التحديات بشجاعة. هذا الكتاب يعلمك كيف تصنع بيئة تشجع على الإبداع في مؤسستك. سنتناول خطوات عملية لتقييم الأفكار وتنفيذها بنجاح. ستفهم كيف يمكن للمخاطرة المحسوبة أن تكون طريقك إلى النجاح. سنتعلم كيفية التعامل مع رفض الآخرين لفكرتك وتحويله إلى حافز. سنتعرف على كيفية استخدام الفوضى كأداة لتحفيز الابتكار. الكتاب يعطيك استراتيجيات لتجنب الوقوع في فخ الروتين المميت. ستتعلم كيف تبني عقلية المبتكر حتى في أصعب الظروف. سنتحدث عن أمثلة واقعية لأشخاص وفرق تجاوزوا الصعاب بالإبداع. سنتناول دور الصدفة والفرص غير المتوقعة في صناعة الابتكار. بعد قراءة هذا الكتاب ستصبح لديك خارطة طريق لتطوير نفسك ومؤسستك. ستكتشف أن الابتكار ليس فقط للعلماء والمخترعين، بل لكل من يملك الرغبة في التغيير. في النهاية، هذا الكتاب سيجعلك تدرك أن بين الابتكار والموت الخيار واضح. اختر الابتكار. الابتكار رحلة تبدأ بفكرة صغيرة، لكن تأثيرها قد يكون عظيما. لكل شخص القدرة على الابتكار إذا توافرت لديه الإرادة والشغف. أول خطوة في طريق الابتكار هي فهم المشكلة قبل البحث عن الحل. المبتكرون الناجحون ينظرون إلى التحديات كفرص وليس كعوائق. التساؤل المستمر عن لماذا وكيف يفتح آفاقا جديدة للأفكار. التجربة والخطأ هما حجر الأساس لأي ابتكار ناجح. الفشل ليس عدوا، بل مدرس يعلمنا كيف نحسن أفكارنا ونحولها إلى نجاحات. المخاطرة المحسوبة جزء أساسي من عملية الابتكار، لكنها لا تعني التهور. الابتكار يحتاج إلى صبر وانضباط، فلا يمكن للنجاح أن يحدث بين ليلة وضحاها. التعاون مع الآخرين يوسع دائرة الرؤى ويزيد احتمالات النجاح. الإبداع لا يقتصر على الأفكار الجديدة فقط، بل يشمل تحسين الموجود بالفعل. المبتكرون يراقبون البيئة من حولهم بحثا عن فرص غير مستغلة. استخدام الموارد بكفاءة وذكاء يزيد من قوة أي مشروع مبتكر. التعلم المستمر والتطوير الشخصي جزء لا يتجزأ من عقلية المبتكر. القدرة على الاستماع للآخرين وفهم وجهات نظرهم تعزز من جودة الأفكار. المبتكرون يتخذون القرارات بسرعة بعد تقييم مدروس، ولا يعلقون في الحيرة الطويلة. التوازن بين الشغف والتحليل العقلاني ضروري لتحويل الفكرة إلى مشروع ناجح. المبادرة وتنفيذ الأفكار بسرعة يميز المبتكرين عن المحللين فقط. الابتكار ليس مهمة فردية دائما، بل يمكن أن يكون عملا جماعيا يحقق نتائج أكبر. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن النجاح يبدأ بفكرة، لكنه يتحقق بالتصميم، التجربة، والمثابرة. الكثير يظن أن الإبداع موهبة يولد بها الإنسان فقط، وهذا غير صحيح. الإبداع مهارة يمكن تطويرها بالممارسة والصبر والتدريب المستمر. أول خطوة هي تصديق أن لكل شخص القدرة على التفكير بطرق جديدة ومبتكرة. التحديات اليومية يمكن أن تكون محفزا للابتكار إذا نظرنا إليها بعين مختلفة. الفضول هو الوقود الذي يشعل شرارة الأفكار الجديدة ويزيد من الإبداع. الملاحظة الدقيقة لما حولك تساعدك على اكتشاف تفاصيل قد يغفل عنها الآخرون. التساؤل المستمر عن الأمور البسيطة يمكن أن يقود إلى حلول غير متوقعة. الكتابة اليومية للأفكار وملاحظاتك تحفز دماغك على التفكير الإبداعي.
القراءة والتعلم من مجالات متنوعة توسع مداركك وتزيد من فرص الابتكار. تجنب الحكم المسبق على الفكرة يتيح لها فرصة للنمو والتطوير. المحيط الذي تعمل فيه له تأثير كبير على مستوى إبداعك، فاختر بيئة تحفز التفكير. التعاون مع أشخاص مختلفين يزيد من تنوع الأفكار ويخلق حلولا مبتكرة. التكرار والممارسة هما الطريق لتقوية مهارة الإبداع وتحويل الفكرة إلى واقع. استغلال الوقت في التفكير العميق يمكنك من إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية. التجارب الصغيرة تساعدك على اختبار الأفكار قبل تنفيذها على نطاق واسع. التأمل ومراجعة النتائج بشكل دوري يتيح لك تحسين الأفكار وتطويرها باستمرار. المرونة في التفكير تجعلك قادرا على تعديل أفكارك بسرعة حسب الظروف الجديدة. المبادرة وعدم الخوف من الفشل يميز المبتكرين عن الآخرين الذين يكتفون بالملاحظة فقط. الإبداع ليس محصورا في الفن أو العلوم، بل يظهر في أي مجال تفكر فيه بطرق جديدة. في النهاية، هذا الفصل يثبت أن الإبداع مهارة تكتسب، والتصميم والممارسة هما سر النجاح. الأفكار جزء من حياتنا اليومية، لكن الفرق بين الفكرة العادية والمبتكرة كبير. الفكرة المبتكرة هي التي تحل مشكلة بطريقة جديدة أو تفتح فرصا غير مستغلة. لكل فكرة قيمة، لكن يجب تقييمها لمعرفة مدى جدواها وتأثيرها. المبتكرون يلاحظون ما ينقص في السوق أو المجتمع ويخلقون حلولا له. التفكير النقدي يساعد على تصفية الأفكار واختيار الأفضل منها. التساؤل المستمر عن كل أمر قد يبدو بسيطا يمكن أن يؤدي إلى ابتكارات عظيمة. القدرة على الدمج بين أفكار مختلفة تنتج عنها حلول لم يكن أحد يتخيلها. الاستفادة من تجارب الآخرين بدون تقليد تام يفتح آفاقا جديدة للأفكار. تدوين الأفكار بشكل مستمر يمنحك فرصة لمراجعتها وتطويرها لاحقا. المراجعة الدورية للأفكار تساعدك على اكتشاف إمكانيات لم تكن واضحة من قبل. الاختبار العملي للأفكار قبل التنفيذ الكبير يقلل المخاطر ويزيد فرص النجاح. المبتكرون لا يخشون الفشل لأن كل تجربة تمنحهم درسا جديدا. المرونة في تعديل الفكرة تجعلها أكثر توافقا مع الظروف والمتغيرات المحيطة. القدرة على تمييز الفكرة الأصلية عن التقليدية تتطلب وعيا ومهارة مستمرة. الإبداع لا يأتي دفعة واحدة، بل من تراكم تجارب صغيرة وأفكار متتالية. التفاعل مع أشخاص من خلفيات مختلفة يزيد من احتمالية ظهور أفكار مبتكرة. الملاحظات الدقيقة من العملاء أو المستخدمين تساعد على تحسين الفكرة وجعلها أكثر جدوى. الابتكار يحتاج إلى الصبر والمثابرة حتى تتحول الفكرة إلى مشروع ناجح. المبتكرون الناجحون يعرفون متى يلتزمون بفكرة ومتى يغيرون مسارها لتحقيق أفضل النتائج. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن معرفة متى تكون الفكرة مبتكرة هي مفتاح تحويل أي فكرة إلى إنجاز حقيقي. النجاح والفشل وجهان للعملية الابتكارية، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما. المبتكرون يعلمون أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل درس يقوي مهاراتهم. كل تجربة فاشلة تمنحك فرصة لتصحيح المسار وتحسين الفكرة. النجاح لا يأتي صدفة، بل هو نتيجة التخطيط والعمل الجاد والمثابرة. التقييم المستمر للأفكار والمشاريع يمنع تكرار الأخطاء ويزيد فرص النجاح. المخاطرة المحسوبة جزء أساسي من رحلة الابتكار، لكنها تتطلب حذرا ووعيا. التوازن بين الجرأة والتحليل العقلاني يميز المبتكرين عن الآخرين. التعلم من قصص الفشل السابقة يعطيك ميزة في مواجهة تحديات جديدة. المرونة في التفكير تمكنك من تعديل خططك بسرعة حسب الظروف المتغيرة. القدرة على الصبر والمثابرة تساعدك على تجاوز العقبات والصعاب. المبتكرون يضعون أهدافا واضحة وقابلة للقياس لتحقيق تقدم مستمر. التعاون مع فرق مختلفة يزيد من تنوع الحلول ويعزز فرص النجاح. المراجعة الدورية للنتائج تساعدك على التعلم من الأخطاء وتطوير الأداء. الابتكار الناجح يحتاج إلى إدارة الوقت بذكاء لتحقيق أقصى استفادة من الموارد. التحفيز الداخلي والشغف هما القوة الدافعة التي تبقيك مستمرا رغم الصعاب.
المخاطرة دون تخطيط غالبا تؤدي إلى الفشل، بينما المخاطرة المدروسة تقود للنجاح. التجربة والخطأ ليست عيوبا، بل خطوات ضرورية للوصول إلى حلول مبتكرة. التقييم الموضوعي للنتائج يمنع الوقوع في فخ الأنا أو التمسك بالفكرة الفاشلة. المبتكرون يعرفون أن النجاح الحقيقي يأتي بعد سلسلة من التجارب والصعوبات. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن النجاح والفشل جزء لا يتجزأ من رحلة الابتكار، وأن التعلم منهما هو سر الاستمرارية والتميز. الفشل جزء طبيعي من رحلة الابتكار، ولا يمكن تجاوزه بسهولة. المبتكرون الناجحون يعرفون أن كل فشل يحمل درسا ثمينا لتطوير الفكرة. الفشل يمنحك فرصة لإعادة تقييم استراتيجياتك وتحسين أدائك. التجربة والخطأ تساعدان على اكتشاف نقاط القوة والضعف في أي مشروع. الابتكار بدون فشل نادرا ما يؤدي إلى نتائج عظيمة ومستدامة. المخاطرة المحسوبة تزيد فرص التعلم من الفشل وتحويله إلى نجاح لاحق. التعامل مع الفشل بصبر وهدوء يمنحك القدرة على المضي قدما دون إحباط. المبتكرون لا يخافون الفشل، بل يرونه خطوة نحو التميز والابتكار المستمر. تحليل أسباب الفشل بدقة يساعد على تفاديه في المستقبل وتحسين النتائج. القدرة على الاستفادة من النقد البناء تجعل الفشل أداة للتطوير والتحسين. التعلم من الفشل يعزز المرونة في التفكير ويزيد من قدرة الابتكار. الفشل لا يعني النهاية، بل بداية جديدة لاكتشاف طرق أفضل للحل. التوثيق لكل تجربة فاشلة يسمح لك بمراجعتها لاحقا واستخلاص الدروس. المثابرة بعد الفشل هي ما يميز المبتكرين عن أولئك الذين يكتفون بالاستسلام. المبتكرون يبحثون عن فرص لتحويل الفشل إلى نجاح ملموس وملهم للآخرين. التحديات الصعبة تعلمك الصبر والانضباط وتعزز قدرتك على الابتكار. الابتكار يتطلب شجاعة لتجربة أفكار جديدة رغم احتمالية الفشل. الفشل المبكر يمنحك الفرصة لتعديل المسار قبل أن تصبح النتائج كارثية. القدرة على التحليل والتقييم بعد الفشل تضمن تطورا مستمرا وتحسينا دائما. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن الفشل ليس عدوا، بل شريك في رحلة الابتكار، والتعلم منه هو مفتاح النجاح المستدام. المخاطرة جزء أساسي من رحلة الابتكار، لكنها تحتاج إلى إدارة وحساب دقيق. المبتكرون يفرقون بين المخاطرة المتهورة والمخاطرة المحسوبة التي تزيد فرص النجاح. الشجاعة لتأتي بدون استعداد ومعرفة، لذلك يجب التخطيط قبل أي خطوة جريئة. التجربة والمخاطرة المبكرة تمنحك خبرة قيمة لتجنب الأخطاء الكبيرة لاحقا. المخاطرة المدروسة تساعد على اكتشاف أفكار جديدة وتحقيق نتائج غير متوقعة. التحليل العقلاني قبل اتخاذ أي مخاطرة يقلل احتمالات الفشل ويزيد فرص النجاح. المبتكرون يضعون أهدافا واضحة ويحسبون المخاطر والفوائد قبل التنفيذ. القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة عند الحاجة تميز المبتكرين عن غيرهم. التعلم من التجارب السابقة يساعد على تحسين مهارة اتخاذ المخاطرة المحسوبة. المخاطرة تعزز التفكير الإبداعي لأنها تدفعك للتفكير خارج الصندوق. الثقة بالنفس ضرورية عند مواجهة المخاطر، لكنها يجب أن تكون مدعومة بالمعرفة. المبتكرون يستخدمون المخاطرة كأداة للنمو الشخصي وتحقيق أهداف أكبر. التوازن بين المخاطرة والاحتياط يمنحك القدرة على تحقيق نجاح مستدام. التعاون مع الآخرين يقلل المخاطر ويزيد من فرص الوصول إلى حلول مبتكرة. التقييم المستمر للنتائج بعد كل مخاطرة يتيح تعديل الاستراتيجيات وتحسين الأداء. المخاطرة ليست نهاية الطريق، بل بداية لاكتشاف إمكانيات جديدة وتحقيق تطور مستمر. الشجاعة في المخاطرة تمنحك ميزة تنافسية وتفتح أبوابا غير متوقعة للنجاح. الابتكار والنجاح غالبا ما يأتيان لأولئك الذين يجرؤون على المخاطرة بحكمة. الفشل جزء من المخاطرة، لكنه يستخدم كدرس لتقوية المهارات وتحسين الاستراتيجية. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن تطوير شغف المخاطرة المحسوبة هو سر الابتكار المستمر والنجاح الحقيقي. الصدفة أحيانا تكون جزءا مهما من عملية الابتكار،
لكنها ليست كل شيء. المبتكرون يعرفون أن الصدفة تفضي إلى نتائج عظيمة فقط إذا كانوا مستعدين لها. الاستعداد والمعرفة هما ما يحول الصدفة إلى فرصة حقيقية للنجاح. الكثير من الابتكارات الكبرى نشأت عن مصادفات تم استغلالها بحكمة وذكاء. الملاحظة الدقيقة لكل ما يحدث حولك تزيد احتمالية الاستفادة من الصدف. التفتح الذهني والقدرة على التفكير خارج المألوف تساعدان على رؤية الفرص المخفية. المرونة في تعديل خططك حسب الظروف تمنحك القدرة على استغلال الصدفة بفعالية. المبتكرون يجربون أفكارا متعددة ويستفيدون من النتائج غير المتوقعة. التفاعل مع أشخاص من خلفيات مختلفة يزيد احتمالية وقوع الصدف المثمرة. الصدفة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تدعم بالعمل والتطبيق المستمر للأفكار. التجارب الصغيرة تساعد على اكتشاف فرص لم تكن واضحة في البداية. التعلم من كل تجربة، حتى غير المخططة، يفتح آفاقا جديدة للابتكار. الملاحظة المستمرة للأحداث الصغيرة قد تؤدي إلى اكتشافات كبيرة غير متوقعة. التساؤل الدائم عن الأسباب والنتائج يجعل الصدفة أداة للتطوير وليس مجرد مصادفة. الابتكار يحتاج إلى القدرة على دمج الصدفة مع التخطيط المدروس لتحقيق أفضل النتائج. المبتكرون يحولون أي مفاجأة أو حدث غير متوقع إلى درس أو فكرة جديدة. الثقة بالنفس والجرأة تساعدان على الاستفادة من الفرص العفوية بسرعة وفعالية. المراقبة والتحليل بعد وقوع الصدفة يسمح لك باستخلاص أكبر قيمة ممكنة منها. القدرة على الربط بين الصدف المختلفة تنتج أفكارا مبتكرة لم تكن لتظهر بدونها. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن الصدفة عامل مهم، لكن التحضير والعمل هما ما يجعلانه مفتاحا للابتكار الحقيقي. الابتكار لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمكن أن يكون ثقافة داخل المؤسسة بأكملها. المؤسسات المبتكرة تعرف أن النجاح المستدام يحتاج إلى دعم الأفكار الجديدة. إنشاء بيئة تشجع على الإبداع والجرأة يساعد الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم. المكافأة والتحفيز للأفكار المبدعة يزيد من حماس الفريق وتحقيق النتائج. المرونة في الإجراءات والسياسات تسمح بتجربة أساليب جديدة دون خوف من الفشل. التعاون بين الأقسام المختلفة يخلق حلولا مبتكرة ويزيد من فرص النجاح. المؤسسات الناجحة تشجع على مشاركة الأفكار وتقدير كل مساهمة مهما صغرت. التقييم المستمر للأداء والأفكار يساعد على تحسين العمليات واكتشاف الفرص الجديدة. الثقافة المؤسسية التي تحتضن الفشل كجزء من التعلم تدفع الفريق نحو الابتكار. التدريب المستمر للموظفين يرفع مستوى مهاراتهم ويزيد قدرتهم على الإبداع. الابتكار لا يتحقق دون وجود قيادة تدعم المبادرات وتفتح المجال للتجربة. المؤسسات المبتكرة تتعلم بسرعة من الأخطاء وتعدل استراتيجياتها باستمرار. إعطاء الموظفين الحرية في اتخاذ القرارات الصغيرة يعزز من روح المبادرة والإبداع. المكاشفة والتواصل المستمر بين الفرق يمنع تكرار الأخطاء ويزيد فرص النجاح. القدرة على التكيف مع التغيرات في السوق تضمن بقاء المؤسسة في موقع الريادة. المؤسسات المبتكرة تشجع على التجريب وتقبل الفكرة قبل الحكم عليها مباشرة. الابتكار الجماعي ينتج حلولا أفضل من العمل الفردي في كثير من الحالات. الاستثمار في البحث والتطوير يعطي المؤسسة ميزة تنافسية قوية ومستدامة. المؤسسات التي تقدر الإبداع وتدعمه تجذب أفضل المواهب وتحتفظ بها. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن المؤسسة المبتكرة هي التي تستطيع تحويل الأفكار إلى نجاحات مستدامة ومستقبل واعد. النجاح المستمر لا يأتي بالصدفة، بل هو نتيجة خطة واضحة وعمل متواصل. المؤسسات والأفراد الناجحون يضعون أهدافا قصيرة وطويلة المدى لتحقيق تطور مستمر. الابتكار المستمر يحتاج إلى تقييم دوري للعمليات والأفكار لضمان التحسين الدائم. التعلم من التجارب السابقة، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، يعزز فرص التطور المستمر. الثقافة المؤسسية التي تشجع على المبادرة والإبداع تزيد من جودة الأداء وفعالية العمل.
المراقبة المستمرة للسوق والتغيرات المحيطة تساعد على التكيف السريع والحفاظ على التنافسية. المبتكرون يضعون خططا احتياطية ويستعدون للتحديات غير المتوقعة دون فقدان التوازن. التعاون والتواصل الفعال بين الفرق يضمن تبادل الأفكار والخبرات وتحقيق نتائج أفضل. المثابرة والصبر من أهم عوامل استمرار النجاح وتجاوز الصعوبات. التكيف مع الأخطاء وتعديل الاستراتيجيات بسرعة يزيد من قدرة الابتكار على الاستمرار. المراجعة والتحليل الدوري للأداء يوفر فرصة لتحسين العمليات وتطوير الأفكار. المؤسسات الناجحة تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لضمان الابتكار المستدام. القيادة الفعالة تدعم المبادرات وتوفر بيئة آمنة للتجريب والتعلم من الأخطاء. المبتكرون يعرفون أن التكرار والتحسين المستمر هما سر النجاح الدائم. إعطاء الحرية للفرق للتفكير والتجريب يزيد من احتمالية ظهور أفكار مبتكرة جديدة. التوازن بين الجرأة والتخطيط الاستراتيجي يضمن تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للقياس. الابتكار المستمر يتطلب ضمن الصبر والإصرار مع تحليل المخاطر بعناية. التوثيق لكل تجربة جديدة يساعد على التعلم من النجاحات والفشل على حد سواء. القدرة على استغلال الفرص السريعة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تزيد من قوة الابتكار. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن خلق النجاح المستمر يحتاج إلى تصميم وإصرار وثقافة مبتكرة تعزز التطور الدائم. الرفض جزء طبيعي من رحلة الابتكار، ولا يمكن لأي مبتكر أن يتجنبه تماما. الأفكار الجديدة غالبا ما تقابل بالشك وعدم القبول في بدايتها. المبتكرون الناجحون لا يرون الرفض كنهاية، بل كفرصة لتحسين أفكارهم. القدرة على تقبل النقد البناء تساعد على تطوير الفكرة وجعلها أكثر قوة. الرفض قد يكون نتيجة عدم فهم الفكرة بشكل صحيح، وليس بسبب ضعفها. التواصل الجيد وشرح الفكرة بوضوح يقللان من احتمالية رفضها. المبتكرون يتعلمون كيف يعرضون أفكارهم بطريقة مقنعة وجذابة. الاستمرار رغم الرفض هو ما يميز الناجحين عن غيرهم من المستسلمين. كل رفض يحمل رسالة يجب تحليلها لاستخلاص الدروس المفيدة. المرونة في تعديل الفكرة بناء على الملاحظات تزيد من فرص قبولها. الرفض لا يعني أن الفكرة سيئة، بل قد تحتاج إلى وقت أو تطوير إضافي. المبتكرون يبحثون عن الأشخاص المناسبين الذين يقدرون أفكارهم ويدعمونها. بناء شبكة علاقات قوية يساعد على عرض الأفكار على جهات أكثر تقبلاً. الثقة بالنفس ضرورية لمواجهة الرفض والاستمرار في المحاولة. التجربة المستمرة في عرض الأفكار تحسن من مهارات الإقناع والتقديم. المبتكرون يعرفون أن كل فكرة عظيمة مرت بمرحلة رفض قبل أن تنجح. الإصرار والمثابرة هما المفتاح لتحويل الرفض إلى فرصة للنجاح. التعلم من تجارب الآخرين في مواجهة الرفض يمنحك خبرة إضافية. عدم الخوف من الرفض يفتح أمامك أبوابا جديدة للتجربة والابتكار. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن الرفض ليس عائقا، بل خطوة في طريق النجاح، وأن التعامل معه بذكاء هو سر الاستمرار والتفوق. الفوضى قد تبدو سلبية في ظاهرها، لكنها يمكن أن تكون أداة قوية لتحفيز الابتكار. المؤسسات التي تسعى إلى الكمال التام قد تقيد الإبداع دون أن تشعر. القليل من الفوضى يفتح المجال أمام التجربة واكتشاف أفكار جديدة. المبتكرون يدركون أن النظام الصارم قد يمنع ظهور الحلول غير التقليدية. التوازن بين النظام والفوضى يمنح المؤسسة مرونة وقدرة على التكيف. الفوضى المدروسة تسمح بتجربة أفكار دون الخوف من الفشل الكامل. المؤسسات الناجحة تترك مساحة للخطأ والتجريب داخل بيئة العمل. الإبداع غالبا ما يولد في بيئات غير تقليدية تسمح بحرية التفكير. التنوع في الآراء والأفكار قد يخلق نوعا من الفوضى، لكنه مفيد للابتكار. القادة الأذكياء يعرفون كيف يستفيدون من الفوضى بدل محاربتها بالكامل. الفوضى تساعد على كسر الروتين وإعادة التفكير في الطرق التقليدية. المبتكرون يستخدمون الفوضى كوسيلة لإعادة ترتيب الأفكار بطريقة جديدة. المرونة في التعامل مع التغيرات المفاجئة تزيد من فرص النجاح.
الفوضى المؤقتة قد تكون خطوة ضرورية للوصول إلى نظام أفضل. التجربة في بيئات غير مستقرة تعزز القدرة على الابتكار السريع. المؤسسات التي تخاف من الفوضى غالبا ما تفقد فرصا كبيرة للتطور. التحكم في مستوى الفوضى هو مفتاح الاستفادة منها دون الوقوع في الفشل. التغيير المستمر في بيئة العمل يساعد على تحفيز العقول وإنتاج أفكار جديدة. الفوضى ليست عشوائية كاملة، بل يمكن إدارتها لتحقيق أهداف واضحة. في النهاية، هذا الفصل يوضح أن الفوضى إذا أديرت بشكل صحيح يمكن أن تكون أداة قوية للابتكار والتطور المستمر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من رحلتنا مع الابتكار. تعلمنا كيف تبدأ الفكرة، وكيف تتحول إلى فرصة حقيقية للنجاح. فهمنا أن الإبداع مهارة يمكن تطويرها، وأن الفشل ليس نهاية بل بداية جديدة للتعلم. اكتشفنا أهمية المخاطرة المحسوبة ودور الصدفة في صناعة الفرص. وتعرفنا على كيف يمكن بناء بيئة تشجع على الابتكار داخل الأفراد والمؤسسات. لكن الحقيقة أن هذه ليست النهاية، بل مجرد بداية لرحلة أعمق وأكثر قوة. في الجزء الثاني سندخل في مراحل أكثر تقدما، ونرى كيف تطبق هذه الأفكار على أرض الواقع. ولو وصلت إلى هنا، فأنت بالفعل بدأت تفكر بطريقة المبتكرين. فلا تنسى أن تشترك في القناة الآن لتكون مستعدا للجزء الثاني، لأن القادم أهم بكثير. الابتكار ليس خيارا، بل هو الطريق الوحيد للنجاح في عالم لا ينتظر أحدا. استعد، لأن الجزء القادم سيغير طريقة تفكيرك بالكامل.